السلام عليكم ومرحبا بالجميع. التحضير مائدة رمضان اليوم غادي نقدم لكم تشكيلة من الشيوات الرائعة ولذيذة بزاف. نبداو على بركة الله. غادي نحضر معكم مخيمرات بالدقيق ديال الشعير الكامل، تتكون مزولة منه فقط هذيك النخالة اللي تتكون كبيرة. ممكن تعوضوا بدقيق القمح الكامل او لا الدقيق الابيض، نتوما اعملوا اي دقيق من الاختيار ديالكم. وغادي نستعمل الخميره البلديه، رابط الوصفه غتوجدوا بالاسفل بصندوق الوصف. غادي نضيف 250 غرام من الخميره البلديه، ممكن تعوضوها ب7 غرامات من الخميره حبيبات المجففه او لا 21 غرام من الخميره الطريه. غادي نضيف معلقه صغيره من الملح ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، تعطينا واحد النكهة اللي هي جميلة. وكذلك زيت الزيتون الطعم ديالو تيتناسب مع الخبز ديال الشعير. ممكن نضيفو في هذه المرحلة الأعشاب المنسمة، أي أعشاب منسمة من الاختيار ديالكم. وغادي نجمعو الدقيق ديالنا بالماء الدافئ. غنضيف هنا 180 مليلتر كاس ديال العنبة أو ثلثي الكوب المعياري. نضيفوا الدقيق عفوا الماء تدريجيا، لان انواع الدقيق تختلف من حيث الامتصاص ديالها للسوائل. وعلى فكره الدقيق ديال الشعير راه تياخذ لينا تيتشرب كميه اكثر من الماء على الدقيق الابيض. لهذا دائما الاضافه ديال الماء تتكون تدريجيا. العجينه ديالنا غادي ندلكوها ما بين 10 حتى 15 دقيقه. القوام ديال العجين ديال الشعير تيكون شويه طري. تندهنو بشويه ديال زيت الزيتون وغادي نوضعو في بلاستيك غذائي ونخليوه حتى يختمر، حتى يضاعف الحجم ديالو. عملنا خميره البلديه فغادي تاخذ لنا شويه الوقت، اما الا عملنا خميره العاديه فدغيا دغيا تتخمر. ننتقلوا للشهيوه الثانيه، الكريب اللي تيكون صينيه الكريب اللي عامره بالخضر والكفته. وضعت القياس ديال 6 معالق كبار من زيت النباتيه، خلينا حتى سخنات. وغادي نشحروا فيها 250 غرام من اللحم المفروم الكفته، اللي يمكن لكم تعوضوها مثلا بالدجاج، او لو بغيتوها بالخضر تماما ممكن تعملوا الباذنجان الدنجال اللي تكونوا فارمينو. كذلك شحروه وضيفوا عليه بقيه المكونات. ضفت 200 غرام من الفطر اللي فارمه بالمفرمه الكهربائيه، ممكن تقطعوهم بالسكين. وكذلك حبه كوسه قرعه خضراء، والفلافل ملونين ممكن تستعنوا فقط بلون واحد، وجوج سيقان من الكرافس فارمهم ناعما. وكذلك غادي نضيفوا تشكيله من التوابل اللي فيها معلقه صغيره ممتلئه من التوابل ديال الكاري، معلقه صغيره ممتلئه من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الثوم المجفف اللي يمكن لكم تعوضوها ب3 فصوص حتى 4 فصوص من الثوم. تنشحروا كل هذه المكونات حتى تجف من الماء ديالها تماما. وفي هذه المرحله تيكون هاد الحشوه طابت تماما. تنضيفوا 3 المعالق كبار من صلصه الطماطم الخاصه بمعجنات البيتزا، يمكن لكم تعوضوها بمعلقه كبيره من مركز الطماطم. وتنضيفوا القليل من الزيتون الاسود اللي فارماه، كذلك الكيس تقريبا ديال 80 غرام تعطينا واحد النكهه اللي جميله. صافي تنخلطوا الكل وتنخليو الحشوه ديالنا تبرد تماما. وتنتقلوا باش نحضروا صلصه البيشاميل اللي غادي نحتاجوا لها 3 معالق كبار من الزبده، يكونوا ممتلئين القياس ديال 45 حتى 50 غرام. مجرد ما تذوب لينا الزبده غادي نخفض من درجه حراره الموقد ونضيف في الاثناء 3 معالق كبار من الدقيق. نخلطوا الكل ونخليوهم ما بين دقيقه ونص حتى لجوج دقائق باش ما يبقاش لنا الطعم ديال الدقيق باين، ما يبقاش نيء. وفي هذه الاثناء تنضيف لتر من الحليب، ضفت دفعه قليله في الاول حتى نحلوا الدقيق ديالنا مع ديك الزبده اللي خلطنا في الاول باش نتحكموا فيهم. من بعد تنضيفوا الكميه المتبقيه. بالنسبه للتوابل عندي الملح وجوزه الطيب اللي هي الكوسه، وهي اضافه اختياريه، وقليل من الفلفل الاسود. وغادي نخلطو. غادي نرفع مره اخرى من درجه حراره الموقد الى مرتفعه حتى توصل لي الخليط هذا لدرجه ديال الغليان. وغادي نخفض مره اخرى وغادي نبقاو نخلطو حتى نحصلوا على قوام كريمي بكثافه متوسطه. ما نخليوش البيشاميل ديالنا يتقال ابدا، كثافه متوسطه. تنأكد على هذه النقطه لانها هي النقطه الضروريه في هذه الصينيه.
وباش نحضروا الكريب بكأس الخلاط الكهربائي وضعت 750 مليلتر من الحليب اللي غادي نضيف عليها الدقيق 450 غرام، غادي نضيفو على دفعات. ضفت فقط كمية قليلة في الأول، وغادي نضيف الأوريغانو، الزعتر البري المجفف، وكذلك معلقة صغيرة من الملح وجوج معالق كبار من زيت الزيتون باش نكهو الكريب اللي غادي نحضرو. غادي نخلط هاد المكونات جيدا، من بعد غادي نزيد نضيف الكميه المتبقيه من الدقيق. حاولوا تتبعوا نفس الخطوات باش ما تثقلوش على الموتور ديال الطحان الكهربائي. خلطوا التخليطه الاولى، من بعد ضيفوا الدقيق وخلطوا مره ثانيه. القوام ديال العجين اللي خاصنا نحصلوا عليه قريب من القوام ديال البغرير، العجينه ديال البغرير. بعد ما دمجنا كل المكونات غنوريكم القوام ديال العجين. لاحظوا معايا تيكون خالي من اي تكتلات، ومباشره نقوموا بالخبز ديالو. فما تنضيفوا ليه لا خميره لا خماره، يعني البيكنج باودر، وبمقلاة اللي تكون سخونه على نار متوسطه غادي نخبزوا هاد الكريب. كميه ديال العجين اللي تنضيفوا بالمقلاة تكون شويه قليله باش نحضروا الكريب ديالنا يكون السمك ديالو رقيق. فالاولى دائما تتعبروا بها القياس اللي غتستعملوا ديال العجين. المقلاة عندي هنا الحجم ديالها كبير، لان الصينيه اللي غادي نحضر فيها هاد اللفائف ديال الكريب بالكفته عندي الحجم ديالها كبير. الا كانت عندكم الصينيه القياس ديالها شويه صغير، حاولوا تعملوا مقلاة يكون الحجم ديالها صغير. مجرد ما تكتسب ليا لون ذهبي جميل من الاسفل وتتنشف من الاعلى تنقلبوها مباشره، نوضعوها فوق واحد الشبك او لا منديل، ما تنوضعوهاش مباشره في شي طبسيل باش ما تتعرقش لينا. فبالنسبه للوحده الثانيه غادي نعمل كميه اقل من العجين باش نحصل عليهم رقاقات. هانتوما لاحظوا معايا، وغادي نمدد هذاك العجين على كل المقلاة اللي عندي. القياس ديال هاد المقلاة تقريبا واحد 26 سنتيمتر، 24 حتى 26 سنتيمتر. غنستمر بنفس الكيفيه حتى الانتهاء من كل الكميه اللي عندي ديال العجين. وهنا عندي كما لاحظتوا معايا الصينيه الحجم ديالها كبير وتيتناسب مع القياس او لا على القطر ديال الوحدات ديال الكريب اللي عندي. بالقاعده تنوضعوا القليل من صلصه البيشاميل. تنأكد الصلصه ديال البيشاميل في الاول ما تخليوش حتى تثقل ابدا، هذا هو الضروري في هذه الوصفه. الا خليتوها تقالت غادي تمحنكم في هذه المرحله. تناخذوا واحده ديال الكريب. بالنسبه للفشوه عندي 10 ديال الكريبات اللي عملت بالحجم كبير، فغادي ناخذ الفشوه ونقسمها كذلك على 10 باش يجيوني بنفس القياس ونفس الارتفاع في الصينيه. فلاحظوا معايا تناخذوا الكميه ديال الفشوه المناسبه اللي قسمنا، تنوضعوها بالطرف ديال الفطيره ديالنا وتنمدوها على شكل طولي ونبداو نلفوا عليها الكريب. لاحظوا معايا الوحده ديال الكريب. الجزء الاخر ديال هاد الكريبه هو اللي تنوضعوه بالقاعده باش ما تفكش لينا، وغادي نستمر بنفس الطريقه حشو باقي الوحدات ونوضعوهم مباشره في الصينيه. ترصوهم وحده على وحده جنبا الى جنب. الصينيه اللي تتجي لذيذه بزاف وتتستحق التجربه. كيف ما قلت لكم ممكن تعوضوا الكفته بالدنجال الا بغيتو، كيف ما يمكن لكم تعوضوها بصدر الدجاج. بعد الانتهاء من كل الكميه اللي عندي هنا غادي نضيف صلصه البيشاميل. هذاك الشيء علاش قلت لكم الصلصه ديال البيشاميل ما خاصهاش تكون ثقيله. لاحظوا معايا القوام ديالها تينساب بكل سهوله وبكل اريحيه فوق الوحدات ديال الكريب. الا عملتوها ثقيله راها غادي تمحنكم. حاولوا تحصلوا على نفس القوام. وفي هذا الاثناء الفرن مشتعل من الاسفل والاعلى على الدرجه ديال 180. ممكن تدخلوا الصينيه ديالكم مباشره للفرن حتى تكراتينا واحد شويه. الا ما بغيتوش تضيفوا الجبن المده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه تزيد هاد البيشاميل تيشتد القوام ديالها. فهنا تنضيف فقط كميه قليله من الجبن. كيف ما قلت لكم لا ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش، وغادي ندخلها للطهو بالفرن كيف ما قلت لكم على الدرجه ديال 180. الفرن مشتعل من الاسفل والاعلى لمده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه حتى تكتسب من الاعلى واحد اللون ذهبي جميل.
بعد الاختمار ديال العجين كيف ما لاحظتوا معايا عملت فيه الخميره البلديه، خدا مني واحد 2 سوايع ونص تقريبا حتى 3 ساعات. ودائما المده ديال الاختمار تتبقى على حسب الجوده ديال الخميره البلديه اللي عندكم. وغادي نستعن في هذه المرحله بواحد الكاس نشاب بشويه ديال الدقيق. الا استعملتوا الخميره العاديه راها ما تطلبش منكم كل هذه المده. تناخذوا شويه ديال الدقيق اللي تنوضعوه فوق سطح العمل، وتناخذوا العجينه ديالنا تنفرغوها من غازات الاختمار، كنبسطوها بالدلاك ونحاولوا نعطيوها القياس تقريبا ديال 4 مليمترات. ودائما تنستعنوا بشويه من الدقيق. بالنسبه للمبتدئات على فكره راه ممكن اذا كنتوا غادي تعملوا دقيق ديال الشعير ممكن تخلطوه بشويه ديال الدقيق ديال الفرينه. مع الوقت ومع اعاده الكره، يعني تحاولوا كل مره تعملوا هذا العجين راه غادي تتحكموا فيه ان شاء الله. لان الدقيق ديال الشعير راه ماشي هو الدقيق ديال الفرينه، شويه تيطلب منا الصبر. صافي وتناخذ واحد الكاس اللي تنغبروه في هذاك الدقيق وتنبداو نقطعوا هاد البطيطات اللي عندنا. لان العجينه راها تتكون شويه مرتاحه وتتكون شويه مطلوقه. الماده ديال الجلوتين في الدقيق ديال الشعير تتكون اقل تركيز، ماشي بحال الدقيق العادي. وتنوضعوه فقط في واحد المنديل. على فكره بالنسبه لهاد الزوائد ديال العجين غادي تجمعوهم وتبسطوهم بنفس الطريقه العمل، نفس الوحدات ديال البطيبطات. وإلا ما كنتوش باغيين تعملوا هاد العمليه سرحوا العجينه ديالكم كيف ما قلت لكم على السمك ديال 4 مليمترات تقريبا حتى 3 مليمترات. بسطوا العجينه ديالكم وقطعوها على شكل مربعات. نغطيو البطيبطات ونخليهم يرتاحوا واحد 15 حتى 20 دقيقه الا كنا عاملين الخميره البلديه. الا كنا عاملين الخميره العاديه راه 10 دقائق راها كافيه، خاصه الا كان عندكم الجو شويه معتدل. بعد مرور هذه المده بمقلاة اللي تكون سخونه على نار اللي تكون موقد على درجه مرتفعه، فغادي نوضعوا هاد البطيبطات للخبز. وغادي تلاحظوا معايا راه ما تياخذوش منا واحد الوقت اللي هو كتير، دغيا دغيا تيبداو ينتفخوا معنا ما شاء الله. وصفه اللي رائعه وصحيه في نفس الوقت. كيف ما قلت لكم اللي بغى يعمل الخميره العاديه ممكن كذلك. ولاحظوا معايا حاولوا تتبعوا نفس الخطوات ان شاء الله راه غادي تحصلوا على نفس النتيجه. فكلهم اتفقوا. غادي نقلبوهم للجهه الاخرى لاستكمال الطهو ديالهم. البطيبطات اللي تيجيونا خاويين من الداخل وتيصلحوا للحشوه. واللي بغى يعملهم بطبوط الحجم ديالو كبير فكذلك. هنا عملت بطيبطات صغار، نتوما تتحكموا في الحجم، يعني بغيتوهم متوسطين بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار مربعين دايرين تيبقى لكم الاختيار. تنوضعهم فوق واحد الشبك، ما تنوضعهم في شي طبسيل باش ما يتعرقوش لكم، خليهم فوق شبك او لا في منديل باش ما يتعرقوش معاكم. صافي تنوضعوهم جانبا. غادي نستكمل نفس الطريقه بالنسبه لطهو باقي الوحدات. وبالنسبه للحشو بمقلاة على نار متوسطه وضعت زيت الزيتون وغادي نشحر فيه القمرون كروفيت. بالنسبه لزيت الزيتون ما تخافوش منه لان الكروفيت راه ما تيطلبش منه واحد الوقت اللي هو كثير. وضفت شويه ديال الملحه وكذلك الثوم المجفف. الا بغيتو تعملوا فص من الثوم يكون طري قطعوه شرائح رقيقه او لا دقوه مزيان. ضفت كذلك القليل من الفلفل الاسود. واللي باغي يعمل السودانيه كذلك ممكن تنشحروا القمرون ديالنا القطع ديال القمرون. لاحظوا معايا راهم دغيا دغيا تيوجدوا. وصفه اللي سهله، عندنا البصله مطيشه شويه ديال الفلفله حاره وشويه ديال القزبر. هنا عندي في هذا الاناء يعني ما طايبينش مباشره نوضعوا عليهم القمرون وهو سخون. تتخلط لنا كل النكهات مع بعضياتها وتتجانس. يعني واحد الوصفه اللي رائعه ممكن تقدموها على شكل سلطه او لا ممكن تعملوا باقي الخطوات باش تحصلوا على هاد البطيبطات عامرين بهاد الحشوه الرائعه. عندي هنا واحد الوحده ديال الافوكادو الحجم ديالها متوسط اللي غادي نقطعها بهاد الكيفيه اللي تلاحظوا معايا. ثم تنقطعوها باتجاه معاكس. غنحتاجوا لواحد المعلقه في هاد الخطوه المواليه باش نزولوا هاد القطع ديال حبه الافوكادو.
فغادي نعطيكم جوج فشوات مختلفين على بعضياتهم باش نعمروا البطبوط اللي عندنا. صافي ضفت واحد المعلقه كبيره من عصير الليمون الحامض، ومعلقه كبيره من المايونيز راه سبق واحد درتو معكم بعده طرق، ممكن ترجعوا للقناه وتستافدوا من الطرق اللي عطيتكم، لانهم طرق اللي ناجحين وتنخلطوا الكل. وهذه هي الفشوه الاولى. اما بالنسبه للفشوه الثانيه فغادي نحتاجوا لها الزيت النباتيه 3 المعالق كبار، فلفل الوان ممكن تكتفيو بنوع واحد، البصل والطماطم والجزر اللي هو خيزو. غادي نشحروا كل هاد الخضر اللي عندنا. ممكن تعملوا هاد الحشوه فقط بالخضر اللي عطيتكم بعد ما غادي تتبلوهم. فغادي نشحرهم نخليهم حتى يدبلوا تماما. تنضيفوا فقط القليل من الملح والتوابل ديال الهريسه، راهم تيتباعوا جاهزين، هو خليط من التوابل اللي تعطينا واحد النكهه رائعه ومميزه. بعد ما شحرنا كل هاد المكونات هاد الخضر، فعندي هنا شويه ديال الكفته اللي متبله بالتتبيله العاديه المغربيه. تنضيف كذلك شويه ديال الكورنيشون اللي هو الخيار المخلل مقطع مكعبات صغيره، وشويه من الزيتون الاسود، وغادي نخلطوا الكل. فالكفته الكميه حسب الرغبه. صافي وغادي نمروا للحشو. باقي هاد عفوا نص الكميه الاولى بالحشوه الاولى. غادي نحتاجو هنا الكميه من الخس او لاي نوع من هاد السلطات الورقيه، وسناخدو القليل من الخليط الاول، ثم غادي نقوموا بحشو نص كميه البطبوط اللي بقات لينا بالحشوه الثانيه. واللي بقى لينا راه ممكن نخلوه يبرد وندخلوه للمجمد، يعني بطيبطات اللي ما تيكونوش محشوين تنوضعوهم. والعصائر اللي غادي نحضر معكم ليموناده بالنعناع منعشه بمكونات بسيطه واقتصاديه، وغادي تحصلوا على مشروب رائع جدا. غادي نحتاجو فيه القبطه او باقه صغيره من النعناع اللي تنكونوا غاسلينها مزيان، نكونوا سخيين نعملوا النعناع في هذه الوصفه. كميه اللي مناسبه كيف ما قلت لكم، القياس ديال واحد الباقه صغيره، وضفت 200 مليلتر من عصير الليمون الحامض. وتنضيفوا السكر الحلاوه حسب الرغبه. ضفت هنا قياس ديال 75 غرام من السكر حبيبات. ممكن تحليو مثلا بدبس التمر او سكر التمر، نتوما تيبقى لكم الاختيار، او شويه ديال العسل. ضفت كميه قليله من الماء. الا كنتو غادي تقدموا هذا المشروب مباشره حاولوا تعملوه ماء مثلج. الكميه ديال الماء اللي مناسبه لينا لهذا المشروب الاول الليموناده بالنعناع من لتر، الا بغيتو تكون مركزه حتى لتر ونصف من الماء. ضفنا كميه في الاول صغيره غير باش نطحنوا هذوك الوريقات ديال النعناع، ومن بعد تنضيفوا الكميه المتبقيه من الماء وتزيدوا نطحنوا باش تنسجم كل العناصر. وهذه هي ليموناده النعناع جاهزه. فالليموناده اللي مناسبه باش تكون على الموائد الرمضانيه ديالنا، كذلك ليموناده اللي هي سهله في التحضير ديالها، ويمكن لنا نقدموها للضيوف لانها شي حاجه طوب وغزاله، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه لليمونادات الفراوله غادي نحتاجو من 10 حتى 12 حبه. تنزولوا الجزء الاخضر ديالها. ممكن تضيفوا كميه اكثر الا بغيتو. تنضيفوا 200 مليلتر من عصير الليمون الحامض و75 غرام من السكر حبيبات. وغادي نضيف الان القليل من الماء حتى نطحنوا مزيان الفراوله ديالنا الفريز. من بعد غادي نضيف مجمل كميه ديال الماء في هاد الليموناده ديال الفراوله اطرو اونس. كيف ما قلت لكم اذا كنتو غتقدموها مباشره على الموائد ديالكم اعملوا ماء اللي يكون مثلج. وصفات اللي عطيتكم اليوم رائعين وسهلين في التحضير، شي حاجه غزاله بزاف وتيستحقوا التجربه. فهادو هما الوصفات ديال المائده الرمضانيه اليوم. بصحتكم.